صباح الخير الاحباب، كي صبحتوا هانيين. الله يدوم هناكم فيديو جديد ووصفه جديده ما شاء الله تبارك الرحمن. كلكم خوتي واخواتاتي في الله، مرحبا بكم في القناه تاعي، مرحبا بكم. الله يدومها عليكم ان شاء الله. شكرا على الدعم، شكرا على كومنتات شابين ليجاب، بارك الله فيكم. الله يجعلها في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا رب. ودروك خوتي واخواتاتي في الله، نبدو على بركه الله. اليوم غادي نديرلكم الصابلي تاع الهليلات اللي راه طوندونس في المواقع التواصل الاجتماعي، ونديرلكم صابلي واحد اخر. يعني غادي نديرلكم زوج تاع الطبوعه تاع الصابليات، كل واحد بطريقته، بوصفه نتاعه، بمقادير نتاعه وبليمون نتاعه. البدايه غادي نبدا بالصابلي تاع الهلال. ندير 500 غرام زبده، ونزيد معاهم 8 مغارف نتاع الزيت، كل زوج مغارف يتبعوا حبه تاع البيض. نزيد معاهم 4 نتاع البيض ندير زوج حبات كاملين وزوج صفورة. نخدم العجينه غايه الغايه. نزيد معاهم مغرف نتاع لافاني. هادو هما المقادير نتاع هذا الحلوى تاع الهلال، ما فيهاش مقادير بزاف وما تقطعش بزاف. هنا نبدا نخدم من الزبده غايه الغايه نذوبها، من بعد نزيد هذاك الزيت ونزيد البيض، نخدمهم غايه الغايه. نزيد مغرفه نتاع لافاني ونبدا ندير في الفرينه على حسب ما تنشف العجينه. نخدم ونشوف، عيني هي ميزاني، ونخدم دائما بيدي باش نتحكم في العجينه، ما نديرها طريه كاع جاريه، ما نديرها قاصحه. هنا راني ندير في الفرينه ونخدم بيدي، ندير في الفرينه ونخدم بيدي حتى اللي نكملها. نلم العجينه، نقي هذيك البلاصه اللي خدمت فيها، ونولي نبدا معكم في المول ساهل ماهل، شتهوى وشباب ما شاء الله. هاد لاغوسيت شابه ما شاء الله تبارك الرحمن، شتهوى تقبض الوقت. الاخوات يا خواتاتي اللي عندها لوطونسيو، عندها السكر ما كان لا تخدمه، يزيد يركب عليك السكر. هنا تخدمي وتريحي، تخدمي وتعاودي تستنيه يطيب، وتعاودي تقلعيه، وتعاودي تعمري ليمون نهار كامل من الصباح حتى العشيه وانتي تخدمي في طبع واحد. بصح النتيجه روعه، نتيجه طوب. ودروك نسيت الخماره تاع الحلويات. هنايا كي تفكرت درت حتى مع التالي نديرو على راس المغرف نتاع الخماره، ونبدا نخدم فيها. هنا كي ندير العجينه في المول، نديرها في المول وندير الساشي ونعاود نخدم عليها بالمول واحد اخر، هكا باش تجي خدمه نقيه وتخفض في الخدمه ليه تكملوها. لا قعدتوا تخدموا تتعبزوا بصباحكم الى الغدوه، الى جا العيد وانتم تخدموا في طبع واحد ان شاء الله الى جا العيد. بس كي ديروا الساشي وتخدموا في الساعه تكملوا العجينه. وكاين اللي يكون عندها الليمون هادو بزاف ليه تكمل. انا شريت 20 حبه وغاليين هادو الليمون بالبزاف. 20 حبه دير 60,000. انا شريت 20 حبه وبهادوك 20 بديت نخدم تاع النهار من الصباح تاع العشيه هذا باش كملته. ومين تعمروا ليمون هنايا في القنوته تاع ليمون خاصكم تغلطوا العجينه باش ما يتكسر لكمش. هادو القنوته تاع الليمون باش ما يتكسروش. منا ومنا ديروا العجينه نورمال، بس في القنوته تاع المول خاصكم تزاودوا العجينه، تغلطوها تما باش كي طيبوه وتبغوا تخدموه ما يدخلش يتكسر لكم. هذه هي الطريقه تاع هذا الصابلي. خدمتها صعيبه، خدمتها اللي قالها الخنوق والصبر، اللي ما عندهاش الصبر ما كان له ديره. بصح النتيجه روعه، نتيجه طوب، لا في المذاق لا في الخفه لا في القرمشه، جاء ولا اروع. وكي نطيبه نحطه هكا على فمه باش العجينه ما تنتفخش وما تخرجش من الجناب.
كي يطيب ينقلع بسهولة، ما يلصق في مول ما والو. انا مع اول مره نخدم به خفت لا يلصق لي، قعدت نديره في الفرينه، لا ساعه ينقلع بسهوله، ما كان لا ديرو الفرينه. انا لا كي عاود طيبت ما قعدتش ندير الفرينه درتها اي المره الاولى. كي ما قعدش يلصق لي قعدت نطيبها هكا بلا فرينه. المهم خوتي وخواتاتي في الله، نقول لكم لا يعطيكم الصبر معاه، نتمنى تجربوه يخرج لكم روعة، لخاطرش الحقيقة خرج روعة ما شاء الله تبارك الرحمن. ودروك الاخوات نعاود نوجد معكم الحشوه اللي نحشيها داخل في وسط هذاك المول، ومن الفوق نقلاصيه بالشيكولا. انا ندير غرفيه تاع كاوكاو، ندير مع حلوة مليانة. انا شريت هنا كديميل حلوة مليانة، 10,000 حلوة مليانة. نخلطها معاه مليح غاية الغاية، نزيد معهم نص كاس تاع كونفيتير ونرحيها بالاشوار، نرحيهم غاية الغاية ونعمر بهم هذوك الهليلات، ومن فوق نقلاصيهم بالشوكولا.
ودروك نبدو على بركة الله في الوصفة الزوجة. هنا ندير 500 غرام كالعادة، نزيد معاهم 4 تاع الحبة تاع البيض، ندير حبة بيض كاملة و3 تاع الصفار. الكاطو باش يجيكم مقرمش وهشيش ويتفتت وحده، كي ديروا البيض دائما الصفار تغلبوه على الحبة الكاملة. هنا هذه الوصفة درت حبة كاملة تاع بيض ودرت 3 تاع الصفار. نزيد معاهم كاس تاع الزيت، نفس الكاس اللي عبرت به الكاوكاو واللحظة وسكر كلاصي. ندير كاس تاع الزيت نخدمها غاية الغاية، ونبدا نزيد في النواشف نبدا بالكاوكاو هو الاول باش كي نخدمه يطلق هذيك النكهه نتاعه في الكاطو. نزيد معاهم كاس تاع لحظة محمصه ومغربله، نزيد كاس تاع السكر كلاصي وكاس تاع مايزينا، نخدمهم غاية الغاية. العجينة هذه هي السر تاع العجينة، كي الكاطو كيجيكم شباب كي تخدموا العجينة غاية الغاية. هنا ندلك العجينة غاية الغاية، الكاوكاو باش يطلق البنة نتاعه في الكاطو نخدمه غاية الغاية. نزيد معاهم مغرف نتاع لافاني وزوج تاع الخمارة. الفارينة على حسب ما تنشف العجينة كالعادة. نخدم ونلم في الفارينة، نخدم ونلم حتى كي العجينة تجيني طرية هشيشة ماشي قاصحة نحبس الفارينة. هادو هما خوتي خواتاتي وصفات زوج تاع الصابلي اللي وجدتهم لكم هذا النهار. واحد تاع الهليلات اللي راه طوندونس، وواحد صابلي عادي موالف نديره ثاني. هذا جا شباب ما شاء الله تبارك الرحمن. نتمنى تجربوا الوصفات نتاوعي تنجحوا فيهم. نتمنى تكملوا الفيديو معايا حتى للتالي. نقول لكم خوتي خواتاتي في الله تبقوا على خير، ليلة مبروكة ونهاركم مبروك، صحة فطوركم وصحة رمضانكم، تتسحروا بالصحة ان شاء الله نتوما وليداتكم يا رب يا رب يا رب، يرزقكم الصحة والهنا والبركة. هذا الكاطو كي نطيبه على لون واحد، ما نحمرلاش الوجه نتاعه بالبزاف، نلصقه بالكونفيتير ونعاود ندير له الكاوكاو من الفوق للتزيين. التزيين يبقى اختياري، كل وحده والمقدور نتاعها باش تزين الحلويات نتاعها. نتمنى الاخوات تترقبوا الفيديو الجاي، تستنوني المره الجايه. غادي ندير لكم لا ربي يطول في العمار، غادي ندير لكم فيريرو وندير صابلي تاع الليمون ما شاء الله تبارك الرحمن. الصابلي تاع الليمون تاني يجي طوب طوب طوب. تبقوا على خير، صحة فطوركم، صحة شريبتكم وحريرتكم، تبقوا على خير، دمتم سالمين يا رب يا رب يا رب.